الشقة 3 غرف وصالة دوبلكس، مساحة 150 متر. احنا هنا بنصور من عند الصالة. طبعا الشقة في منطقة يواجك، ليها إطلالة على المدينة بالكامل وإطلالة جزئية على بحر مرمرة بالشكل ده. طبعا كل الخدمات موجودة عندنا هنا بالشارع، الكافيه والمطعم والجمعية. هنبدأ من عند باب الشقة. طبعا هنا عندنا باب الشقة. الدور عبارة عن شقتين فقط، شقة هنا والشقة اللي هنصورها، وهنا الأسانسير. أول ما ندخل على اليمين على طول عندنا هنا حمام بالشكل ده كده. الدور اللي فوق عندنا هنا مطبخ، صالة، غرفة. في الدور اللي تحت عندنا غرفتين. نبدأ من المطبخ. المطبخ بيكون بالشكل ده كده. المطبخ معاه بلكونة. دي شكل الإطلالة من البلكونة. طبعا ليها إطلالة على البحر، لكن الجو اليوم فيه شبورة، ولكن إطلالة بسيطة، وباقي الإطلالة بتكون على المدينة بالشكل ده كده. هنا عندنا الصالة. الصالة مساحتها كويسة بالشكل ده، كمان معاها إطلالة على المدينة. طبعا هنا عندنا الغرفة اللي فوق، وعندنا تحت غرفتين. الغرفة اللي فوق بتكون بالشكل ده، كمان ليها إطلالة من برا على المدينة. هننزل تحت. طبعا أول ما ننزل هنا على اليسار عندنا غرفة حمام كبير مشترك، والغرفة التانية، وهنا عندنا المخزن. هنبدأ بالغرفة اللي تحت. هنا بتكون بالشكل ده كده، وليها إطلالة على الجبل. عندنا هنا الحمام. الحمام مساحته كويسة بالشكل ده. مقابل الحمام على طول عندنا هنا مخزن. وطبعا هنا الغرفة الثالثة والأخيرة بتكون بالشكل ده كده. طبعا معاها إطلالة على المدينة، ودي شكل غرفة. شقة 3 غرف وصالة مع 3 حمامات و3 بلكونات، تيجي دور واحد. طبعا ليها إطلالة على بحر مرمرة بالشكل ده. وطبعا ليها إطلالة من الجهة التانية على الجبل بالشكل ده. هندخل نشوف الشقة من الداخل. طبعا احنا هنا عندنا مدخل باب الشقة. الدور شقتين فقط، بينهم أسانسير. أول ما ندخل من باب الشقة عندنا هنا على اليمين مطبخ بالشكل ده كده. مطبخ منفصل مساحته كبيرة. عندنا فيه بلكونة اللي كنا فيها أول الفيديو. طبعا البلكونة بطول الشقة. الجزء التاني من البلكونة هنا يدخلنا على الصالة. طبعا التدفئة أرضية، بتكون تحت الأرض. هنا عندنا الصالة. الصالة مساحتها كبيرة جدا بالشكل ده. معاها نفس البلكونة تبع المطبخ. وكمان الجهة التانية معاها شباك بيبص على الجبل. دي شكل الصالة. عندنا هنا حمام رئيسي. عندنا هنا غرفة 2 3. هنبدأ بالحمام الرئيسي، بيكون بالشكل ده كده. حمام مساحته كبيرة. في الوش على طول هنا عندنا مكان الغسالة. مقابل الحمام عندنا حمام تاني للضيوف، بيكون بالشكل ده. على اليمين هنا عندنا غرفة الماستر. وغرفة الماستر معاها بلكونة.
ده حمام الغرفة الماستر بالشكل ده، ودي شكل الغرفة. طبعا هنا البلكونة ليها إطلالة داخلية على المشروع من الداخل. طبعا المشروع 4 بنايات، بناية هنا وبناية هنا، ونفس الشيء بنايتين في المقابل، واحدة جنب الشقة وواحدة اللي فيها الشقة نفسها. هندخل على الغرفة التانية بتكون بالشكل ده. وهنا عندنا الغرفة التالتة والأخيرة معاها بلكونة تانية، ودي البلكونة التالتة في الشقة كمان، مساحتها أكبر شوية وليها إطلالة على المشروع من الداخل بالشكل ده كده. دي شكل البلكونة.